مصر اكبر دوله او اول دوله هي اللي عرفت العالم كله ما معنى الحجاره الكريمه. من جدود جدودنا واحنا بنسمع عن المتحف المصري وبنسمع عن المقتنيات بتاعت الفراعنه وعن المصريين القدماء. دول كانوا اهم ناس بتصنع الاحجار الكريمه. الاحجار الكريمه كذا نوع، لكن عشان تلبس حجر كريم كويس جدا لازم تبقى عارف انت بتاخده منين، لازم تبقى عارف الكواليتي بتاعت الحجر، الانسايد كمان بتاع الحجر، والوان الاحجار الكريمه زي الفيروز وزي المرجان وزي اللابيس او اللازورد. دول كانوا 3 اهم انواع احجار كريمه. اللازورد ده كان بيستخدم للتطعيم بتاع الملوك بتوع الاحجار الكريمه، وكانوا بيعملوا منهم مجوهراتهم بيسيجوه على الذهب وعلى الفضه، ومعظمه كان ذهب لان كانت مصر مشهوره قوي بصياغه الذهب، وكانت مشهوره قوي بصياغه الاحجار الكريمه بطريقه يعني النهارده صعب كمان جدا ان انت تصنعها بالطريقه اللي كانت الفراعنه بيصنعوه بيها. كمان الفيروز، مصر اسمها ارض الفيروز. ده الفيروز المصري السيناوي اشهر نوع احجار كريمه في العالم. هو اللي العالم كله عرف الاحجار الكريمه عن طريق الفيروز. اول ما شافوا الصياغات اللي كانت بتتعمل ايام الفراعنه بداوا يتجهوا للجبال اللي موجوده في العالم، وبداوا يكتشفوا ان العالم كمان فيه احجار كريمه، ولكن هي مصر كانت ليها الرياده في اكتشاف احجار الكريمه او حجر الفيروز واللابيس والمرجان، وخصوصا الفيروز. بدانا كمان ان احنا نسيغه على الخواتم وعلى الكليهات وعلى الاساور، وكمان ننقشه بالطريقه بتاعه الفراعنه زي الجعران وزي النفرتيتي وزي عين الحورس. فلازم احنا كمان في صياغتنا نعرف العالم مصريتنا. دي بالنسبه للاحجار الكريمه وازاي مصر اتشهرت جدا بالاحجار الكريمه.